مرحبا، كيفكن؟ شو الأخبار؟ اليوم بدنا نحضر مع بعض أكلة بتنزل على القلب مو على المعدة، يلي هي كوسة باللبن أو شيخ المحشي على طريقتي. خلونا نبدأ ونقول بسم الله. بداية عندي بصلة كبيرة أو بصلتين وسط، حطيتن وقليتن بشوية زيت. بس تهوست البصلة دبلت شوي، بضيف عليها نص كيلو من اللحم المفروم، وبهوسهم كتير منيح لحتى يتغير لون اللحمة. بس تغير لون اللحمة بنزل بالبهارات، ملح فلفل وبهار حلبي. ما في داعي أكتر من هيك، لأنه هي الأكلة يعني بساطة بهاراتها هي النكهة الأصلية شيتا. هلأ بقى بنحضر الكوسايات. عندي كيلو ونص من الكوسة. لازم تكون الكوساية صغيرة مثل مو شايفين. طبعا هذا أصغر حجم لقيناه بالسوق عنا. من بعد ما غسلنا الكوسة وشلنا الجزء اللي من فوق واللي من تحت فيها، بنبلش بقى بنحفرها. باخد المحفرة وبقيس عليها الكوساية وببلش أحفر على حسب ما أنا قست. طبعا ما بدك كتير حفر، ما بدنا نجور عليها بالحفر، يعني أول حفرة التانية وخلص. هيك كتير منيح بتكون جاهزة معنا. لازم تكون سميكة منشان تتحمل معنا القلي والطبخ. وهلأ بعد ما جهزنا الكوسة والحشوة لازم نبلش نحشي. بناخد الكوساية وبنحاول نحشيها قد ما بنحسن، يعني قدر استطاعتها وأكتر. بنحشيها كتير منيح وبنحاول نكبس اللحمة لجوا، وبعدين بنسكرها بالشقفة من لب الكوسة اللي شلناه من شوي عشان ما تطلع معي الحشوة بالقلي. وهلأ مباشرة من بعد ما حشيناهن بنزلن على زيت غزير حتى نقلي الكوسة. بس يتغير لونن فورا باخدن وبسقطن على المي المغلية. بناخدن بنحطن بالمي المغلية كرمال إذا في شوائب من الزيت، إذا في لون ما يتغير معنا لون اللبن، وكمان منشان الزيوت يعني نخفف شوي من دسامة الزيوت. هلأ بقى بنبلش بنحضر اللبن. عندي هون كيليين ونص من اللبن، حطيت عليهم من 4 ل5 معالق من النشا. حسب يعني كل حدا وكيف النشا اللي عنده، بتشوفوا انتوا القوام حسب اللي بيناسبكن. حركتن كتير منيح وخفقتن على البارد. ما احتجت انخلن، ما في داعي، ولا في داعي انه يعني اعملهم بخلاط. بس بصير بالخلاط او بالمضرب اليدوي على حسب ما انتوا بترتاحوا. انا ضربتهم بالمضرب اليدوي وحركتهم بعدين على البارد، وبعدين بنقلن على النار بلش بحرك فيهم لحتى تبلش تغلي. بضيف عليها الملح والفلفل، وبعدين باخد الكوسة من المي وفورا بسقطها على اللبن وبتركن يغلوا كم غلوة. وهيك بتكون أكلتنا صارت جاهزة. شوفوا اللبن، يعني أبدا لا فرط ولا خرب ولا أي شي، بالعكس كتير منيح ما شاء الله. يعني ما في داعي لا للمصفى ولا لغيرها. هيك بيكون فيديو اليوم خلص. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك، لا تنسوا تكتبوا تعليق حلو تاخدوا أجر عليه إذا حدا غيركم قرأه. وسلام.